بعد أقل من 24 ساعة على إضراب أطباء القطاعين العام والخاص، الأطباء المقيمون وطلبة الطب في مسيرة غاضبة اليوم أمام وزارة الصحة. الأطباء المقيمون يطالبون بإطار قانوني ينظم وضعية الطبيب المقيم. فما قانون يلزم يحدد المسؤولية الطبية، وفما قانون يلزم يحدد لو ستاتيو نتاع المتربصين في السبيطار. لا احنا نطالبوا بقانون اساسي ينظم المهنه نتاعنا ويقول لنا شنو هو لينا وشنو هو اللي علينا، باش هكاك المواطن كيف يجي يداوي يكون عارف روحه مع شكون يداوي، ونكونوا احنا زاد عندنا لونكادغمون معناها التأثير اللازم اللي هو يخلينا نقوموا بواجبنا والمواطن يتمتع بصحه وبخدمات صحيه بأتم المقاييس. وزارة الصحة كانت قد التقت يوم أمس ممثلين عن نقابة الأطباء وممثلي الأطباء الشبان، ودعت الأطباء بجميع أصنافهم لاستئناف نشاطهم. فيما يخص الستاتيو دي زانتيني دي ريزيدون كيف الطلبات اللي طالبينهم احنا باش نقعدوا عليهم وقلنا لهم مرحبا بكم، ما سماش حتى تفاوض مسكر. داير النهار الاول بكل وقت البارح وقت اللي جاوا قدام الوزاره بعثنا المديرين وقلنا لهم تفضلوا، ما حبوش يدخلوا مازالوا متشنجين. النهار الثاني وقت البارح صار قاعده مع النقابه وقلنا اللي احنا قابلين الطلبات الكل، تبقى لو ديلي نتاع شهر اللي ماهوش يخص وزاره الصحه احنا ما نجموش نتعهدوا به، رجاء من الاطباء الكل الشبان والسينيور يعاودوا يرجعوا لسير العمل العادي، المريض قبل كل شيء. رغم الأمطار تابع المحتجون مسيرهم نحو مجلس نواب الشعب لتبليغ صوتهم للنواب. طب اليوم ما همش فوق القانون، طب اليوم يطالبوا بقوانين، زوز قوانين واضحة، قوانين حاضرة نحبوا نقدموها للمجلس ويفاليديوها. القانون الأول قانون يحمي الطبيب المتربص الداخلي والمقيم اللي هو على ظهره سبيطارات تونس الكل، يقولنا حقوقنا ويقولنا واجباتنا، مش نخدموا كل شيء ونتعاقبوا على كل شيء. القانون الثاني قانون المسؤولية الطبية، قانون المسؤولية الطبية يحمي المواطن والطبيب. وزارة الصحة رفضت التعامل معنا، رفضت التحاور معنا، كذلك تنكرت الاتفاقات اللي صارت مع وزارة سابقة، كيف ما صارت حتى جلسة في اللجنة اللي كانت تخدم على مدى سنوات إلى حد الآن. القانون مصاغ مع مصالح وزارة الصحة لكن التفعيل غير موجود، لا تفاعل إيجابي معنا. هذاك علاش ربما معناتها شفت شوية معناتها شحن ضد وزارة الصحة من قبل المتظاهرين اليوم. أسبوع كامل من التحركات والوقفات للأطباء يعكس حجم أزمة القطاع الصحي، مع تزايد إصرار الأطباء أكثر من أي وقت على إطار قانوني يضمن حقوقهم، وفي الآن نفسه يكون ضامنا لحقوق المرضى.